اللي ما شاف مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل بالدوري الإنجليزي، تابع فيديو للنهاية راح تفتهم إنه ليش مانشستر سيتي لعب بعدة طرق ضد نيوكاسل، وشلون ممكن راح يلعب ضد ريال مدريد. بالإضافة نيوكاسل لعب بطريقة مختلفة عن دوري أبطال، وريح بعض اللاعبين نيوكاسل في سبيل مباراة برشلونة في دوري أبطال. بالنسبة لمانشستر سيتي ريح إيرلينغ هالاند، برناردو سيلفا، فودين وبعض العناصر الموجودة في مانشستر سيتي بسبب مباراة دوري أبطال. يعني مانشستر سيتي مركز على دوري أبطال بحكم أن الدوري بعده طويل وبعد بمباريات كثيرة، واحنا ندري ايرادات دوري ابطال تكون اكثر من الدوري. فكل ما يصعد دوري ابطال النادي او الفريق، كل ما يصعد دوري ابطال يحصل ايرادات اكثر. اي فيركزون دائما، اذا ملاحظين الانديه تركز على دوري ابطال اكثر من الدوري. نيجي على نيوكاسل، ريح بعض اللاعبين، من ضمنهم ابرزهم جوردن الانجليزي، بعض اللاعبين بالوسط كذلك. آه، ليش؟ لأن يدري نيوكاسل هو مركز 12 بالدوري، يدري هو ما راح ينافس على الدوري، فقال لك أنا أريح بعض اللاعبين تيم هاو حتى مباراة مهمة عندي أمام برشلونة في دوري أبطال. قال لك أنا ممكن أصعد بمراحل متقدمة في دوري أبطال أوروبا وأكسب المزيد من الأموال أو الإيرادات للنادي، لأن الدوري هو ضايع بالنسبة لنيوكاسل. المباراة الثلاثاء راح تكون مهمة بين نيوكاسل وبرشلونة، خاصة أن برشلونة سوف يحل ضيفا في ملعب سان جيمس بارك في نيوكاسل. مباراة الذهاب، مباراة الإياب سوف تكون في الكامب نو في برشلونة. المباراة صعبة لبرشلونة، خصوصا أن نيوكاسل راح يركز تركيز تام على هذه المباراة. احنا مثل ما قلنا هو عايف الدوري، ما مركز على الدوري بحكم ان الدوري اصبح شبه مستحيل انه نيوكاسل يتاهل الى دوري ابطال اوروبا، لان هو حاليا بالمركز 12. اي فيريد على الاقل يقدم اداء ومستوى جيد امام برشلونه. بالمقابل برشلونه يريد الانتصار في ملعب نيوكاسل حتى مباراه الاياب تكون سهله على برشلونه انه يتاهل الى الدور القادم. بالنسبه لمباراه مانشستر سيتي وريال مدريد، المباراة الأولى سوف تلعب في ملعب سانتياغو برنابيو. أكيد السيتي راح يضغط على ريال مدريد، يحاول أنه ينتصر في سانتياغو برنابيو، لأن مباراة العودة راح تكون في ملعب الاتحاد في ملعب السيتي. نتمنى ونشاهد ونشوف إن شاء الله مباراة ممتعة. أنا برأيي الشخصي أتوقع تأهل برشلونة على نيوكاسل وتأهل مانشستر سيتي على حساب ريال مدريد. انتظروا توقعات مال جميع دوري الأندية دوري أبطال أوروبا. مشاهدة ممتعة.